سعد المجرد، متابعينه كتار وعدد المشاهدات على اليوتيوب وصلت للملايين. دوز فيوز دليل على حب الناس. اي واحد تعب بيوصل لشيء حلو. ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو، البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله. ليس شرطاً بأن تكون الأغاني الناجحة مكلفة مادياً، وسعد المجرد بيتحدث لإيتي بالعربي عن التكلفة الحقيقية لأغنية مال حبيبي مالو وأغنية أنتي. أغنية صراحة ما كلفتي كثير، كلفتنا مجهود أكثر من مادة. هذا نتيجة عمل في صدق وفي حب. هل كان سعد المجرد وفريق عمله بيتوقعوا نجاح هالأغاني بهالشكل؟ كنا متوقعين بس not like this. ما كنا متوقعين انه هذا النجاح الكبير. اول شهر لاحظنا في تقدم كثير في الفيوز في اليوتيوب بسرعه غريبه. حتى في ناس يعني شكوا انه ميبي احنا اشترينا الفيوز. وي ور سربرايز، احنا كمان وي ور شوكت. حبيب قلبي انا نعيشوا في الهنا، صدقني ولا فارقني ونغيروا في الحاله. نجاح أغنية مال حبيبي مالو ترافق مع الكليب اللي كان عصري وشبابي ولفت الأنظار فيه بنت صغيرة أصبحت حديث الناس. فمن هي؟ سليمة. واشتي سليمة she's 10 years old، 10 سنين ما شاء الله. آخر دقيقة قبل ما نصور الميوزك فيديو، مثلا بكرة راح نصور الميوزك فيديو، خطر ببالي هالفكرة، بلا ما هذا البلا ولا شيء، خلاص نصور مع سليمة. She's very talented. She plays guitar. Let her bring her guitar. And I promised her to do a real duet معها.